اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى في فيديو كده تشجيعي بقى وفيديوهات نشيطة كده من الفيديوهات اللي احنا بنحبها. تمام. بتمنى بقى لو انت اول مرة تشوفي القناة تحت طبعا يسعدني ويشرفني اشتراكك في القناة، ولو انت بقى مشتركة عندي في القناة فين بقى اللايكات؟ عايزاكم بقى تحطوا له لايكات كده كتير عشان ايه؟ تشجعوني كده ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. تمام. تمام، حبيت بقى ان انا اقوم كده اعمل معاكم فيديو تشجيعي كده ونسترجع بقى الطاقة بتاعتنا بقى كده الايام اللي عدت دي. تمام. تمام، يلا بينا كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونسمي نقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا هيمشي ازاي. تمام. تمام. اول حاجة كده بقى حبيت ان انا ابدأها معاكم. الخلطة طبعا بتاع الصابون دي سألت عليها، انا عملتها معاكم تقريبا مرتين قبل كده، مش فاكرة والله مرتين او مرة في فيديوهات تانية يعني. فسألت عليها بقى وكده قلت ايه ابقى اعملها ابقى معاكم كل ما تيجي تخلص ابقى اعملها معاكم على طول. تمام. هي موفرة جدا وبتنضف جدا و... وبتنجز وحاجة موجودة عندك في البيت، وفي نفس الوقت اصلا في الغلا اللي احنا فيه ده فهي موفرة بنسبة 100%. تمام. تمام. الخلطة دي انا بجيبها من عند بتاع المنظفات، موجودة عند اي حد بتاع منظفات. تمام. زي ما انت ما شفتي كده في منها اللون الاصفر اللي انتوا شايفينه ده، وفي منها الاخضر. تمام. اللي هو بالليمون او بالبرتقال تقريبا، مش عارفة، بس انا على طول بستخدم بستخدم ده. تمام. بيبقى فيه كده كيسين، كيس عبارة عن بودرة والكيس التاني سايل كده مادة سايلة. تمام. بخلط الاتنين على بعض ريحتهم يا بنات جميلة جميلة بمعنى كلمة جميلة. ما تخافيش بقى على ايديكي، لو انت خايفة على ايديكي عادي ممكن تلبسي جلانس، بس عشان انا متعودة ان انا اعملها يعني وكده فليه اصلا ما بتعملش حاجة على الايد وما بتأثرش على الايدين. تمام. تمام. فبعملها كده، ممكن تلبسي بقى انت جلانس او ممكن تقلبيها مثلا بمضرب قديم عندك او بحاجة مثلا انت ما بتستخدمهاش وكده، او حتى لو بالمضرب اللي انت بتستخدميه عادي كده كده ده صابون انت بتغسلي بيه. تمام. بفضي كده الكيسين زي ما انتم ما شفتوا اللي هو البودرة والسائل، بفضل اخلطهم جدا مع بعضهم لحد ما يدوبوا خالص، لحد ما المادة الحرشة اللي فيه دي تدوب، وبعد كده بفتح عليه الحنفية، والمفروض ان الكيس ده بيعمل لك 8 رتل، بس انا بملى عليه الجردل زي ما انتم شايفين كده، وبيبقى كمان تقيل بتحتاجي ان انت تزوديه. تمام. حبيت ان انا اجيب لكم كده الكيس تاني، ممكن تاخدوه بقى سكرين كده لو انت حابه انت تجيبيه من عند بتاع المنظفات عادي بقى، وتجيبيه وتعمليه في البيت تجربيه. بس والله يا بنات لو جربتيه انت مش هتندمي، لان انا مجرباه وماشيه عليه بقالي حوالي من سنتين وانا بجيبه وبعمله. تمام. تمام. المفروض ان انا كنت هروق اصلا الشقه وكنت هفرش وكده، اعمل تنظيف بقى، اعمل كده للريسبشن وكده بالليل. تمام. بعد ما قمت بقى رحت ماسكه النيش لمحته وماسكه الحافظه ماسكاها منفضاها بقى تنظيفها في السليم، وغسلت المواعين وغسلت البوتاجاز، ولميت بقى الكسوه بتاع الركنه دي نفضتها ورجعت فرشتها تاني. فقلت لا، طب ما انا كده مش هصور، انا لازم ان انا اشجعكم معايا. تمام. تمام. فمرضتش ان انا اصور بالليل، قلت عشان خاطر الاضاءه بقى وكده، الاضاءه عندي وحشه. آه تمام. فقلت لا انا هستنى بقى للصبح، وفي نفس الوقت انا تعبت عشان انا كنت عامله كمان الاوضتين اللي جوه، فقلت لا انا هكمل بقى الصبح وبالمره ان انا اصور كده واشجعكم معايا. تمام. تمام. بس انا لمحت النيش والحافظه بتاع السجاده لميتها نفضتها، ومسكت الكسوة دي لميتها برضو ونفضتها كده، عشان بيبقى في الحروف بتاع الركنة بيقع بقى فيها زي بقسماط بواقي مثلا حاجة احنا بناكلها مش عارفة فلازم ان هي تبقى في حاجة كده في الاركان بتاع الركنة، فبلمها خالص وانفضها وارجع البسها تاني. تمام. تمام. جبت بقى كده المكنسة وشفطت بقى الارض وشفطت الحروف بتاع الركنة من تحت وشفطت السيراميك، شفطت بقى كل حاجة. تمام. انا هنا كمان كنت بوريكم ان السجاد انا كنت لماه والمشايات ومنفضه، على اساس ان انا هعمل بقى مع نفسي ومش هصور وكده، فقلت لا انا لازم ان انا اشجعكم معايا وما اتاخرش عليكم في الفيديوهات وكده، وان انا لازم ان انا اصور عشان خاطر انزل بقى فيديوهات عشان ما اتاخرش عليكم. تمام. تمام. عايزاكم بقى انتوا تشجعوني بقى باللايكات. تمام. تمام. معذره بقى على صوتي ان انا مش قادره اخد نفسي. تمام. مش قادرة اصلا وانا بتكلم كمان بسرعة، فاللي هو عشان وقت الفيديو فبيعدي وانا عايزة اقول لكم انا عملت فاللي هو مش قادرة اتنفس. تمام. تمام. هنا كده انا كنت بشفط بقى الحروف بتاع الركنة، ولو في بقى حاجة تحت الركنة، لو في حاجة مثلا مخدتش بالي بقى منها وكده فبشفطها.
تمام. تمام. طب انا السجادة بقى عايزة ان هي تديني كده ريحة وتديني كده انتعاش في نفس الوقت ايه، لو مثلا احنا بناكل في حاجة وقعت عليها، في حاجة اتكبت عليها، مش عارفة ايه، بس انا كنت بعملها عشان خاطر تديني ريحة نظافة. تمام. تمام. جبت بولة كده بلاستيك، جبت فيها حبة مية، حطيت عليها كلوركس الوان، وحطيت عليها كمان اوكسي من بتاع المواعين اللي هو باهي. باهي ده ريحته جميلة يا بنات، هو اوكسي مش قادرة اقول لكم بيدي ريحة جميلة. تمام. ممكن كمان تضيفي معطر، ممكن تضيفي الشامبو اللي هو بتاع السجاد او المفروشات والحاجات دي. تمام. بس انا اللي كان متوفر عندي انا ضفته الكلوروكس الالوان والاوكسي. وجبت فرشة بقى كده وبدأت ان انا مسكت السجادة من اولها لاخرها. السجادة انا كنت غسلاها قبل رمضان بيومين، يومين بالظبط، فرشتها قبل رمضان بيوم. تمام. تمام. طيب بعد ما عدت 10 ايام من رمضان رحت فرش عليها الكسوة. تمام. وفضلت الكسوة مغطيها لحد التنظيفة اللي هي بتاعت العيد. لميتها. تمام. شفطتها كويس بالمكنسة ورحت لماها وشلتها. عملت التنظيفة بتاعتي تحت العيد، وبعد كده فرشتها وحطيت عليها الكسوة اللي انا بفرشها معاكم، اللي هي الشعر دي. فاللي هي اصلا نظيفة يعتبر ان هي اصلا ما دوسناش عليها، اللي هي اصلا نظيفة. تمام. بزهوتها يعني. تمام كده. تمام. بس انا ليه بقى بعمل كده؟ لو في بقى شعر، انت عارفين بقى الشعر بقى بيفضل على السجاد، مش عارفة عضي بيسرح، مش عارفة انا بسرح، مش عارفة ايه، فتل، وبرة، مش عارفة ايه. فليه اصلا بتلملك الدنيا. وغير كده وكده الغسيل اللي هو على الجاف ده بيديكي ريحة نظافة. تمام. ما بتحسيش ان في حاجة مكمكمة، تحسي ان في حاجة مثلا ممكن لو اتدلق حبة مية. تمام. وما نشفوش كويس تعملك زي ريحة كمكمة كده، في حاجة مكمكمة. فالوصفة دي كده هتخليكي ريحة. تمام. تمام. دي برضو حاجة ممكن ان انتي تلتزمي بيها وتحافظي عليها ايه من ضمن التنظيفات يعني. تمام. حاجة يعني بتديكي برضو ريحة وتديكي بقى نظافة وكده. تمام. زي بالظبط لما تيجي تلمعي السيراميك اللي هو العريان اللي عندك اللي قدام، اللي هو اللي عند باب الشقة، مش عارفة مثلا في يعني الأماكن اللي هي السيراميك العريان دي، لما تيجي تلمعيها كده بحبة معطر تديكي برضو ريحة نظافة كده. لما تيجي تفتحي باب الشقة الله في ريحة نظافة. مش شرط بقى ان انتي تكبي مية وتقعدي تلمي السجاد ومش عارفة ايه، لا يعني دي حاجة بسيطة ممكن تعمليها فتديكي كمان ريحة نظافة. تمام. تمام. جبت بقى السجادة من أولها لآخرها كده زي ما انتم ما شايفين بالخلطة اللي هي معاكم دي. وهوريكم دلوقتي انا كنت بطلع كمية شعر من الفرشة اللي في ايدي، اللي انا بعمل بيها يعني كمية شعر وفتل مش قادرة اقول لكم. انا هوريها لكم دلوقتي. تمام. انتي اصلا شايفة ان هي السجادة نظيفة وانا مشفطاها بالمكنسة والله يا بنات. وبالليل كمان عملتها باللمامة اللي هي تحت اللمامة اللي هي تحت الفتل والحاجات اللي هي دي. عملتها باللمامة، جبتها من اولها لاخرها وقعدت كده على رجليا وعملتها باللمامة. ايوه لمت لي بقى فتافيت، لمت لي مثلا شريط لباية وشعر ومش عارفة ايه. بس مش عارفة انا لما شفت الشعر من الفرشة طالع من السجادة من اولها لاخرها كمية شعر وفتل، ما كنتش مصدقة ان هي هتلملي الدنيا كده بجد. بصراحة بتلملك الدنيا وتديك ريحة نظافة. تمام. تمام. ماشي كده. انا حبيت ان انا اجيبها معاكم بالتفاصيل عشان خاطر يبقى في حاجة تشجيعية وفي نفس الوقت تشوفوا كمية الشعر اللي خرجت من السجادة اللي انا اصلا ما كنتش مصدقة. انا عاملاكي باللمامة وبالمقشة، والصبح عملتها معاكم بالمكنسة، ودلوقتي عملتها بالفرشة وبرضو طلعت لي كمية مش قادرة اقول لكم. تمام كده. تمام. ممكن مثلا تعمليها كل 3 ايام، كل اسبوع لو انت ما عندكش هري كتير. تمام. تمام. طيب انا ليه عملتها كده؟ عشان خاطر هي كبت عليها مية زي ما قلت لكم، وانا كنت مقفله الشبابيك. فلما قمت من النوم انا شامه ريحه كمكمه، في ريحه كمكمه مش طايقه بقى، لا كده في ريحه كمكمه يبقى مفيش نظافه. فحبيت بقى ان انا اعملها بالخلطه دي. فتحت بقى الشبابيك كده، الشباك بتاع الريسبشن والشباك بتاع المطبخ، ورحت مفتحاهم. رحت ماسكه بقى السجاده، يلا يلا نبدا بقى فيها كده ننوشها من اولها لاخرها بالفرشه. تمام. ونلم بقى اللي فيها وفي نفس الوقت تدينا ريحه بقى وتعطير كده. تمام. تمام.
معلش بقى لو المقطع ده طويل يعني وكده، بس انا حبيت ان انا اجيبها لكم من اولها لاخرها عشان خاطر يبقى بالتفاصيل بقى. معلش هنا الكاميرا كانت وقعت. تمام، تقريبا انا ايدي كانت فيها عشان خاطر وانا بغسل يعني. انا حبيت ان انا اجيبها لكم كده تصوير قريب من السجادة عشان خاطر تشوفوا يعني الايه، لو في حاجة ولا كده بتخرج معايا. تمام، الورد بقى والاماكن بقى اللي هي مش نظيفة ومش عارفة ايه بتبقى جميلة اوي كده. متنسوش يا بنات بقى طول ما انتوا شغالين كده الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام والاستغفار ولا حول ولا قوة الا بالله. انا بفكركم وبفكر نفسي كمان. تمام. تمام، عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين بقى كده جبتها من اولها لاخرها، والحروف بقى بتاع السجاد والورد بقى والاماكن اللي هي فيها فاتح ومش عارفه ايه، انا جبتها من اولها لاخرها عشان خاطر انا زي ما بقول لكم كده ريحه الكمكمه دي. تمام، وفتحت بقى عليها الشبابيك وهويت بقى كده الدنيا عشان خاطر اشم ريحه نظافه. تمام، بس هي كنظافه هي نظيفه، مش وسخه يعني، مش اللي هي عايزه تتغسل، لا هي نظيفه. تمام، زي ما قلت لكم ان انا اصلا هي 10 ايام بس اللي هم في اول رمضان اللي فرشتها كده من غير حاجه، وبعد كده فرشتها بقيت رمضان بالكسوه، وبعد كده في العيد بقى اجيب حطيت عليها اللي هي بديل السجاده. تمام، انا كنت هفرش بديل السجاده بس قلت لا، طب ما انا كده كده ايه هحتاج ان انا هفرشها وكده، فانا مش هقدر ان انا اشيل الركنه تاني وارجع افرش السجاده، كان هيبقى تعب ومجهود عليا وانا داخله اصلا على ولاده. فاللي هو كنت حابه ان انا اسيبها كده. ساعات كده اروح لما اللي هي بديل السجاده اللي هي الشعر دي هنفضها واطبقها وهشيلها والسجاده هتبقى نظيفه ايه مكانها. تمام. تمام، عشان انتوا عارفين بقى بتبقى في ايام الولاده بيبقى في بقى هري وفي بقى ناس داخله وناس طالعه وحبايبك بقى كل واحده تيجي مش عارفه ايه والكلام ده. فشايفين بقى الشعر اللي خرج والفتل عامله ازاي، كميه رهيبه. تمام، فاللي هو اصلا بديل السجاده دي مش هتستحمل الهريه دي، فانا هشيلها خالص. تمام. تمام، هنا بقى كده كنت خلاص، كان اخر حته في السجاده خلصتها وايه، وقلت بقى همسك الترابيزه كده المعها تلميعه نظيفه عشان خاطر ازقها خالص عند الركنه، عند اول الركنه من هنا، عشان الم بقى الايه نص السجاده كده بقى، وامسح واغسل الازاز بتاع البوتاجاز ومش عارفه ايه والكلام ده كله. تمام. تمام، هنا كده بقى انا بعد ما غسلتها كنت بوريها لكم. انا سايبه بقى الشباك مفتوح، وسايبه الشباك كمان بتاع المطبخ والريسبشن اللي هم اصلا عاملين تيار، فاللي هو اصلا مدخل كميه هوا مش قادره اقول لكم جميله. هنا بقى المشايه بتاع المطبخ كده انا كنت لماها برضو من بالليل عشان كنت بغسل بقى المواعين والبوتاجاز ومش عارفه ايه، فانا لميتها خالص دلوقتي كده، انا نفضتها في الطرقه. وهنا المشايه بتاع الطرقه والدواسه اللي عند الباب كل ده كله انا منفضاه، هضيف احطه بقى على الركنه لحد ما اخلص وافرش. تمام، والمفرش ده برضو كده لميته ومسكت الترابيزه بقى لمحتها تلميع كده مية مية. تمام، انا لمحتها معاكم بس هو المقطع اتمسح مني. تمام، ما جاتش بس كده غير ايه لقطه الفوطه كده اللي هي ده الدليل ان انا لمحتها. تمام. تمام، هنا بقى كان الاستاذ عدي كنت سحمته بقى قبل ما ابدا اي حاجه. تمام، واللي هو بقى كان داير بقى ورايا طول ما الكاميرا شغاله، طول ما عمال يلف بقى حواليا. تمام، يقول يا ماما خليهم يعملوا لي لايك، يا ماما خليهم يعملوا لي لايك. تمام، انتوا بقى ما تنسوش تعملوا له لايك. هنا بقى كده كنست المطبخ، وكنست بقى جبت من عند باب الشقه كده لحد جبت بقى الطرقه، دخلت على الطرقه بقى وكنست كمان الطرقه، رحت لما بقى بالمقشه والجاروف. تمام، هنا بقى انا كنت غاسله البوتاجاز السطح بتاعه والازاز، كنت غاسلاه كله من اوله لاخره. بس حبيت بقى ان انا اجيب لكم معايا الازاز ده كده وانا بغسله. انا ما بلمعهوش، انا لما كل ما باجي المعه بورق جورنان بفوطه مش عارفه بجلانس لمحته 50 مره ما بيتلمحش يا بنات، بيغير مش عارفه ليه، مع اني بلمع المرايات بتاعت الشقه كلها وبتروح زي الفل الا الازاز ده بتاع البوتاجاز. تمام، هو زي هو مراية اصلا، مراية عكس حتى لو انتوا شايفين الستاند وكده، هو مراية.
تمام. فالمفروض ان هو يتلمع بورق جورنان او بفوطه وجلانس، لا بيجير مني. ما كنتش اغسله كده وادلق ميه كده واشيل الصابون واسيبه بقى كده اللي هو يصفى زي ما انتم ما شايفين، ما بيتلمعش. تمام. هنا كده انا لميت الستاره اللي هي تحت الحوض كده عشان خاطر، وحطيتها في سندتها يعني على الباسكت عشان خاطر ما تتبلش ميه من الارض وكده. وهنا بقى بما ان الفوطه في ايدي، يلا هوبا كده لمحت المطبخ كمان من تحت. تمام. اللي هو اصلا كده انا بحافظ على النظافه، الحاجه بتفضل معايا نظيفه فتره طويله. هنا كده انا كنت بوريكم الخلطه بتاع الصابون، انا رفعتها على الرخامه وسبتها بقى ايه، المفروض انتي بتستخدميها بعد 4 ساعات. تمام. بس انا بسيبها ليله كامله. تمام. ووريت لكم بقى ان الحوض ما فيهوش مواعين وما فيهوش اي حاجه. وهنا بقى كانت في البوله كان فايض بقى حبه اوكسي وكلوروكس الوان بالميه يعني، ده كنت بغسل بيهم السجاده. رحت دلقاهم على الارض كده في المطبخ وفي الريسبشن، وبدات بقى ان انا جبت المقشه وبدات ان انا ادعك الارض. تمام. تمام. كنت كاتبه بقى ميه من مكان غسيل البوتاجاز ومش عارفه ايه، وكنت بزيح بقى كل ده كله كده على الحمام زي ما انتم شايفين كده. تمام. دعكت بقى الارض. المقشه بقى بتخليلك لو في مثلا اي حاجه في الارض دلقت مثلا حاجه لازقه مش عارفه ايه، المقشه بتساعد عن المساحه بصراحه. المساحه بتزحلك الميه وبتسيبلك بقى لو في تراب في بقى اي حاجه كده بتسيبها لك، هي بتزحلك الميه بس. تمام. وانا اصلا السيراميك عندي اللي هو مش كله مقاس واحد، حته عاليه وحته واطيه، فاللي هو المساحه برضو ما بتمشيش فيه قوي، لازم ننشف كده. وبعد كده انا اصلا بنشف بالشرشوبه، يعني انا بزيح كده زي ما انتم شايفين وبعد كده بروح منشفه بالشرشوبه. تمام. هنا كده بقى خلاص، هي الميه اصلا بتجري على الحمام، فاللي هي يعني ما بتخدنيش، ما بتخشش الاوض وكده. تمام. هنا بقى بعد ما زحت الميه كلها ونشفت بقى الميه، قلت جبت بقى الشرشوبه كده، انا كنت نقعاها ميه سخنه وكرور وكلوروكس بتاع الهدوم. مسكتها كده شطفتها شطفه محتبره تحت الحنفيه وجبتها كده ايه، بنشف بيها. بعد ما بخلص بروح نقعها كده ايه، زي ما انتم عارفين يعني معايا وزي ما انتم متعودين. تمام. الميه السخنه يا بنات والكرور الخام وكلوروكس ما بيخليش ريحة الشرشوبة تعمل لك ريحة زفارة او ريحة حاجة تحس ان في حاجة زفرة، تحس ان في حاجة كده ريحة مش كويسة. انتي مسحتي ولا كأنك مسحتي، لا انتي طول ما انتي نقعاها مية سخنة وكرور خام وحبة اوكسي، الشرشوبة هتديكي ريحة جميلة، وفي نفس الوقت ريحة نظافة، ومفيش بقى ريحة الزفارة بقى، ومفيش كمان تلزقة في الأرض، الكلام ده اللي احنا عارفينه واللي احنا بنسمع عنه ده. تمام. تمام. بدأت كده بقى ان انا انشف الارض كلها وزي ما انتم شايفين. وكمان انا مسكت الباب بتاع الشقة وانا بقى بنضف كده وكده كده في مية بقى واقعة على الارض وكده، رحت فاتحاه ورحت جايباه بقى كده مية من اوله لاخره عشان التراب بقى وعشان خاطر ايه، زي ما قلت لكم تكملة بقى ريحة النظافة بقى والتنظيفة العنيفة وكده. ما احنا لازم بقى نسترجع صحتنا، نسترجع بقى نشاطنا، نقوم بقى كده ايه نقلب بقى الشقة كده على بعضيها، اللي عندها حاجة عايزة تنضف يلا هوب 1 2 3 خلصنا. تمام. تمام. هنا زي ما انتم شايفين بقى كده سبت الأرض بقى تنشف. قلت اسيبها بقى كده تنشف بما ان الشباك مفتوح، الشبابيك اصلا مفتوحة مش شباك واحد. تمام. وانا كمان كنت مشغلة بقى الغسالة، قلت عندي كده شوية غسيل هدخل انشرهم عقبال ما الأرض ما تنشف. تمام. هنا بقى الكرسي ده كده هوديه مكانه واحط عليه الكولمن. تمام. وهسيب بقى ايه كل حاجة، هفرش بس كده السجادة، هفرش بقية السجادة عشان خاطر ايه لو فيها حتة لسه ما نشفتش تنشف معايا عقبال ما اخلص شوية ايه النشير. وهنا كده كنت بوريكم بقى باب الشقة ان انا غسلته معايا، صبنته بقى من بره ومن جوه. تمام. تمام. بس كده. هنا بقى كده فرشت السجادة ورجعت بقى الترابيزة تاني مكانها وهفرش عليها بقى المفرش. تمام. الترابيزة دي احلى وهي تحت المكتبة كده بتاع الشاشة، عاطية شكل يعني حلو عن ما هي في النص كده ايه، خليت الترابيزة بس اللي هي بتاعة الركن احسن. تمام. وهنا بقى الدواسة اللي هي بتاعة الشقة اللي هو بتاع قدام باب الشقة، والمشاية بقى بتاع المطبخ.
تمام. بما ان بقى ان الارض نشفت وكده. هنا كان الاستاذ عدي الكرة جريت منه تحت البوتاجاز، فهو كان بيوطي يشوفها. تمام. تمام. هي المشاية دي والله يا بنات انا لسه غسلها من حوالي يومين، بس انتوا زي ما انتوا ما شايفين ان هي فاتحة، وتقريبا كان وقع عليها حاجة وكده وكانت عايزة تتغسل. تمام. وانا عشان اقعد بقى اغسلها كل شوية، لسه غسلها والله من يومين. انا بدخلها الغسالة على طول، وما كانش ينفع بقى ادخلها الغسالة عشان خاطر انا كنت مشغلة الغسالة، كنت بغسل وكده. تمام. سيبت بقى السجادة تتهوى وتنشف، والارض بقى كده كمان تتشمس وكده. دخلت بقى على البلكونة كده، فتحت البلكونة ورحت جايبة شوية الغسيل اللي عندي، وقلت اقف بقى انشرهم كده. الوقفة في البلكونة جميلة أوي يا بنات بقى عشان الشجر والجنينة ومش عارفة ايه. بس تحسي ان الواحد كده راحة نفسية، في راحة نفسية كده وهو واقف في وسط الخضرة بقى والشجرة وسط العصافير ومش عارفة وايه. تمام. تمام. ما نشرتش معاكم تقريبا غير مرتين او مرة تقريبا. حبيت بقى ان انا اجيب لكم كده المقطع ده، ان انا اقف بقى انشر معاكم عشان بقى يبقى الفيديو يبقى فيه حاجات كده تشجيعية قوية كده يعني. تمام. تمام. المصلية كمان كانت عايزة تغسل، غسلتها. مش شوية الغسيل، كانوا شوية أصلا قليلين وكده، اللي هما كان دورة كده على طول. يلا هوبا دخلتهم الغسالة لما قمت من النوم الصبح، وعقبال ما خلصت اللي أنا عملته معاكم ده، ورحت مخرجاهم على طول، ويلا بقى نشرهم. تمام كده. تمام. انا عايزاكم بس تشجعوني كده بكمية لايكات، وتدعولي بقى في الكومنتات ان ربنا يعديلي اليومين دول على خير. مش قادرة اقول لكم يا بنات، انا اصلا فاضلي 10 ايام واخلص التاسع. مش قادرة اقول لكم التعب زاد جدا، والنفس كمان مبقتش قادرة اتنفس. اكل خلاص منحت اكل عشان خاطر كل لما باجي اكل بحس ان انا النفس مش قادرة اخد نفسي، حاسة ان في حاجة كاتمة على نفسي قوي، مش قادرة ان انا اتنفس. حتى لو كلت حتة بطيخة او مثلا شربت حبة مية زي ما انتم ما شايفين كده، صوتي اصلا مش قادرة اتكلم من كتر ما انا مش قادرة اتنفس. تمام. فادعوا لي بقى ان اليومين دول كده يعدوا على خير، وربنا يسهل الحال. انا المفروض ان انا فاضل لي 10 ايام واخلص التاسع. تمام. تمام. انا ما بحدد، الدكتور ما بيحددليش انت هتولدي امتى، عشان خاطر انا بولد طبيعي. مش اللي هو بفتح لو قيصر عادي ممكن يعدي يومين من التاسع، اسبوع من التاسع، وعادي ويحدد لك مثلا تعالي لي يوم كذا ويروح عادي مولدك وكده. فاللي هو لا، انا طبيعي، فاللي هو بفضل مستنية بقى، ما انا ما قداميش حل غير ان انا استنى. تمام. تمام. يا رب كل مشتاق ربنا يديله الذرية الصالحة، وربنا يعوض على كل واحد هو عايز عيال وربنا لسه ما رزقهوش. الصبر يا بنات والله العظيم، ربنا ده حنين على عباده، وهو أدرى بمصلحتك، وهو أدرى بكل شيء. إذا كان أعطيكي حاجة وفي حاجة مثلا حرمك منها، فهو أدرى بكده، هو أدرى بمصلحتك انتي، هو أدرى منك انتي، أدرى من الحاجة اللي هو ينفع يديها لك والحاجة اللي لأ. أكيد انتي مثلا ربنا عطيكي حاجة مش عطيها لحد تاني هو معاه عياله كده. تمام. وإن شاء الله ربنا هيرزق كل مشتاق واللي عايز عيال ربنا يديله، وربنا يفتح لنا أبواب الرزق جميعا ويعوض علينا وكده. تمام. تمام. أنا بقى كده بعد ما نشرت جبت بقى الكسوة دي أو بديل السجاد. أنا كنت منفضاها بقى تنفيضها 100. هي سجادة جميلة، شكلها حلو في الأرض، آه جميلة بمعنى كلمة جميلة. تمام. فيها عيب واحد، ايه هو بقى العيب ده؟ ان هي بتحوش الحاجات في قلبيها، ده بقى هو اللي بيضايق الواحد بس. لكن كشكل وكجمال وبصي وكحاجة كده انت ماشية على ريش نعام، تمام. لكن هي العيب الوحيد بس اللي فيها ان هي بتحوش حاجات في قلبيها. تمام. هنا بقى نزلت الكسوة بتاع الركنة،
ونزلت بقى الترابيزة وهفرش عليها بقى المفرش. كان خلاص بقى كانت الدنيا عندي بقى السجادة نشفت والشقة اتهوت وكل حاجة بقت تمام ومية مية. وهنا الأستاذ عدي كان بيساعدني، كان عمال يلف حواليا. تمام تمام. وهنا كده بقى نزلنا الكسوة تحت الركنة، ظبطنا الدنيا. تمام. وهفرش بقى المشاية اللي هي بتاع الطرقة دي. وكمان انا كنت ماسحة الأوضة بتاعتي زي ما انتم ما شايفين. وكنت فرشة بقى السرير وكده، بس ما كنتش لسه فرشت المشايات. بس بعد ما فصلت بقى الفيديو خلص، دخلت بقى فرشت المشايات وكده. تمام تمام. هنا بقى كنت بوريكم ان خلاص الدنيا بقت جميلة والدنيا بقت مية مية. الفيديو بتاعي خلص لحد كده. عايزاكم بقى يا بنات لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، طبعا يسعدني ويشرفني اشتراكك عندي في القناة. ولو انت بقى مشتركة ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي كومنت في اخر الفيديو. تمام. هنا بقى كنت بقول لكم ان مفيش مواعين، مفيش حاجة. المواعين دي انا كنت غسلاها من بالليل. بس هرصها بقى بعد ما افصل الفيديو كده. تمام تمام. الفيديو بتاعي خلص لحد كده. كنت حابة اشكركم. تمام. اشكركم بقى من هنا لحد السنة الجاية. تمام تمام. واستنوني بقى في فيديو جديد مع بيتك احلى مع ملكة بيتي. والسلام عليكم ورحمة